عشان تكون اخصائي اجتماعي ناجح لازم يكون عندك قيم ومبادئ اخلاقية وانسانية، ودي بتبقى اساسيات مهنة الخدمة الاجتماعية. ايوه، يعني احنا الكلام ده احنا عارفينه وحافظينه وصمينه في اي كتاب. فاللي انت بتقوليه ده انت قصدك بيه ايه؟ انا هقول لك قصدي بيه ايه. يعني مثلا انت لازم ان انت تتعامل مع جميع الفئات بنفس طبقتهم. يعني مش انت مثلا من طبقة متوسطة فجاي لك طبقة اقل من المتوسطة فتتعالى عليه. لا، انت تحاول تنزل للمستوى بتاعه. ثانيا، مثلا انت اخصائي ذوي احتياجات خاصه وجاي لك حاله او اسره معهاش تمن الجلسه، هل معناه ان انت تقول لها لا روحي هاتيلي الفلوس وتعالي؟ انا مجهودي ده ما بعملوش ببلاش. لا، انت لازم تكون رحيم بده، لان الطفل مش ذنبه اي حاجه. كمل جلستك معاه. وانت، احنا مهنتنا مهنة إنسانية. يعني انت مهما كان سيب الحاجة، كل حاجة خليها على ربنا. يعني مش كل حاجة الفلوس. لما انت تخلي شخص ينجح في حياته او ان هو يتعالج في حياته ويبقى شخص سوي وطبيعي، دي بالنسبة لك اكبر نجاح. وما بالك بقى عند ربنا؟ شوف انت بقى هتاخد ايه نصيبك من عند ربنا. فدايما نفكر في الناس وما نفكرش في مصالحنا الشخصية، وصدقوني هننجح وهنبقى حاجة وهنوصل ونخلي كليتنا دي ليها اسم وشأن فوق ما تتخيلوا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، واشوفكم على خير وباي باي. ما تنسوش مهنتنا مهنة إنسانية.